فيهم. أنا بدأت في كلام في الأول وقلت إن في تاريخ العسكرية المصرية في محطتين لازم كلنا نخلي بالنا منهم، اللي هو استهداف الجيش. وأنا هي دي النقطة اللي أنا هبتدي بيها الكلام بعد ما خلصت الكلام دوت. في استهداف للجيش، وأنا لما قلت للسادة القادة وليكوا كلكم إن إحنا لابد إن إحنا نتعامل مع بعض بأسلوب محترم وكريم بيننا وبين بعضنا، أنا كنت أقصدها. لكن الأدوات اللي هتشتغل في دي أنت قائد الكتيبة اللي هترحم النقيب والرائد وتتعامل معاه بشكل يليق. أنت قائد اللواء اللي هتتعامل مع ضباطك وصف ضباطك وجنودك. أنت قائد الفرقة اللي هتتعامل مع دول. أنا مش هقدر أبقى موجود معاكم كلكم في كل وقت. ده أنا بدي خط عام وبديك المثل. وعمري أنا عايز أقول لكم السادة القادة اللي موجودين قدامنا في ناس كتير منهم أقدم مني. أنا والله ما بحس أبدا منهم إلا بكل احترام وتقدير. وأنا يعني ما أقدرش أتعامل مع أي حد أكبر أصغر إلا بكل احترام وتقدير. أنا بتكلم بجد. إزاي إحنا مش عارفين نحترم بعض بقى؟ إزاي إحنا مش عارفين نحترم بعض؟ إزاي إحنا بنعمل كمان لبعض؟ زميلك لا أقدم منك أو القائد بتاعك أقدم منك بيكلمك وتجاوز. بتقفش ليه كده؟ طب هحكي لكم حكاية والله ده حصل معايا. والله ده حصل معايا. كنت رئيس عمليات لواء في السلوم، وقاعد بعمل شغل على خريطة، ودخل رئيس أركان اللواء ومش هذكر اسمه عشان يعني عليا وانا في المرسم. فالاستيكه بتاعتي كان فيها دبوسين، وكان جنب مني الضباط اللي بتشتغل معايا والرسام اللي بيشتغل معايا. خلي بالك الادب ده جزاء الجنه، مش الادب جزاء الجنه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما وجدت في الميزان اثقل من حسن الخلق. يا رب نقدر نبقى احنا من اللي عندنا حسن خلق. فدخل قال مين النتن اللي حطت الدبوس في الاستيكه؟ المكتب مكتبي والاستيكه استيكتي، وانا بأدي شغل وهو بيتجاوز معايا. فانا ما ردتش. فقال مين النتن اللي حاطط الاستيكه اللي حاطط الدبوس في الاستيكه؟ فقلت له انا يا فندم. قال لي تبقى انت ظابط كذا. قلت له شكرا، ربنا يسامحك. انا عايز اقول لكم اللي بيمتلك نصية نفسه كان ممكن اقول له انت اللي نتن وابن مش عارف ايه اللي بينصر العباد ربنا، خلي بالكم. اللي بينصر العباد ربنا، خلي بالكم. فانتوا مع بعضكم مش قادرين تساعوا بعض. الكبير مش قادر يعامل اللي معاه بشكل زي ما بنتمنى كلنا. في ايه؟ انا مش ضاغط عليك ومش عايز حد يضغط على حد. مش قادرين تساعوا بعضكم. ايه ليه تتلفظ بألفاظ مش مقبولة؟ انا عايز اقول لك أنا المرة اللي فاتت اتكلمت بكل أدب مع كل الناس. لن أسمح بالتجاوز من أي حد ضد أي حد. أنا عايز أقول حاجة قبل ما تسقف أنت وهو. عايز أقول لك قبل ما تسقف أنت وهو، خلي بالك زي ما أنا بقول الكبير كده، أنت كمان اللي تحت القيادة أي مكان خليك رجل. خليك رجل. الجيش عايزنا كده. الجيش عايزنا رجالة، والبلد عايزانا رجاله. مش عايزنا ان احنا نختلف مع بعض. مش هتنفع الوحده تشتغل كده، ولا المركز يشتغل كده، ولا المعهد يشتغل كده. ما تسقفش. انتبه ليك وعليك. انا دخلت الكليه الحربيه من كام يوم امبارح.
الصبح الساعة 6، فقبل ما أخش كلمت مدير الكلية، المشوار بتاعه طويل ما لحقنيش. دخلت، هل الكلية أو أي وحدة أخشها أو تخشها أي حد منكم مش هيبقى فيها ملحوظة يا أولاد؟ معقول؟ لكن أنت بتبص على الكوباية الفاضية ولا المليانة؟ بص على المليان يا أخي، بص على الجزء المليان في الكوباية، ما تقعدش يعني ولا كلمة شكرا وكتر خيركم وربنا يوفقكم وشد حيلكم وانتم الطليعة وانتم اللي أمل مصر، مش كده برضو؟ ومدير الكلية كلمني ولا كلمة، متشكرين يا فندم وكتر خيرك وشد حيلك. مالنا بنقطع في بعضنا ليه؟ مالنا مش قادرين نستحمل بعضنا ليه؟ ده اللي أنا كنت بتمناه منكم كلكم، إن أنتم تساعوا بعض، الضابط والصف ضابط والجندي، تاخدوهم كده. أنتوا بقالكم سنة ونص في الشارع، خدتوا معاكم في الشارع حاجات كتير وأنتوا جايين، هتتصفى بالراحة، صفوها مع بعض بالراحة. أنا أتصور من مدير الشرطة، أنا بتكلم بجد، وأفرع الشرطة اللي موجودة في الجيوش والمناطق، أنت نازل عشان تسهل لأخوك الضابط والصف ضابط اللي موجود، مش عشان تسيء إليه أو تهينه. مش مقبول ولن يكون مقبول. لا لا، أنا لما أطلب إن أوقف الشرطة خالص أو إن يبقى فيه إهانة وإساءة، لا، أنا هوقف الشرطة خالص، بكلم بجد. أنا كنت متصور إن عربية الشرطة اللي هتبقى واقفة في الميدان يبقى ورا منها عربية ميكروباص فيها كرتونة مية، بيقول الراجل اللي ماشي ده تعالى اركب خد كوباية مية أنا هوصلك. أنا كنت متصور إنه هيعمل كده ومستني منه إنه يعمل كده، وعندنا إمكانيات في القوات المسلحة إن نعمل كده، إن إحنا نخدم ضباطنا وصف ضباطنا وعساكرنا بجد، نخدمهم بجد ونخليهم قدام الناس في الشارع 10 على 10، مش نسيء لهم ونهزقهم. خلي بالكم، اللي بيعمل كده بيهد الجيش، واي ضابط مهما كان رتبته مش واخد باله ايه اللي بيحصل في مصر هيضيع الجيش ده، وده امر مش هقبله ابدا، امر مش هقبله ومش هسمح بيه. لكن كلنا مع بعض، انت ما تعملش كمين لزميلك اللي بيكلمك، وزميلك اللي بيكلمك يخلي باله معاك. هننزل دوريات محترمه تقدم اداء راقي، ادب، مش يقول له تعالى يا صول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اللي نكوناش هننزل درجات في التعامل مع ضباطنا وضباط الصف بتوعنا وعساكرنا بما يليق، نوقف دي افضل، نوقف دي افضل. لان انا اللي بكسر نفسه وبهينه عمره ما هيبقى مقاتل، اللي بكسر نفسه وبهينه عمره ما هيبقى مقاتل. فاحنا لا عايزين كسر نفس ولا عايزين إهانة ولا عايزين إساءة. وعلى كل حال دي تجربتي على مدى عمري كله، والله 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 أنا ما قلت لحد لا ملكي ولا ميري يا كاف لام به، ما قلتش أبدا أبدا. وكانوا يقولوا لي إنك أنت بالطريقة ديت هتبقى قائد غلبان. ثقافة القيادة إنك أنت تبقى عنيف وتذبح لك 10 12 عشان أوصل على أجسام ومستقبل ولادي وإخواتي. أني وصال ده يتقال علي إن أنا شديد وعنيف على حساب عشان ولادي أضيع لي 2 3 4 5 استثمار البلد واستثمار الجيش أدمره؟ لا، مش عايز. كنت أقول لهم كده، ثقافة العمل دي إن كانت هي دي السبيل اللي هتوصلني للرتب والدرجات، لا مش عايزها. والله غالب على أمره، والله غالب على أمره.
النقطة دي أول نقطة أنا بكلمكم فيها كلكم. وبعد ما نطلع من هنا الناس اللي موجودين معايا دي كلها ضباط وصف، اخوات ورجالة، قيادة من حديد،